من السهل جدا قراءة اللافتة التي كانت تعلق على وجه المحل من نوافذ المشفى. كانت اللافتة تقول: تعالوا لمشاهدة أغرب المخلوقات البشرية، الرجل الفيل. وتم تصميم هذه اللافتة بشكل يوحي للناظر أن هذا المخلوق قادم من الغابة، وعمل أضرار على صاحب المحل الذي بنى من آلام ذلك المخلوق ثروة كبيرة وربح وفير، حيث كان كل متفرج على الرجل الفيل يدفع بعض القروش لصاحب المحل قبل أن يشاهده. أثار ذلك الإعلان في عام 1884 فضول طبيب جراح كان يقيم في المشفى المقابل وينظر إلى الإعلان من نافذة غرفته. الطبيب الجراح هو الطبيب فريدريك تريفينز، وقد أصبح فيما بعد السير فريدريك. كتب السير فريدريك عن تلك الأعجوبة قائلا: كان لذلك الشكل جسم إنسان ورأس فيل، لكن تقاطع الفيل لم تكن قد اكتملت بالنمو. لقد كان الشكل الإنساني هو الشكل الغالب لهذا المخلوق. وتوحي بعض أشجار النخيل المرسومة في الإعلان خلف الرجل الفيل أنه قد بدأ بالتكوين في الغابة. وقع نظر الدكتور فريدريك للمرة الأولى على الرجل الفيل داخل ذلك الحانوت عندما كان ميرك يبلغ من العمر 21 عاما، يرتدي سروالا باليا عريضا وحافي القدمين. وقد تركه المرض الذي أصاب فخذيه غير قادر على الوقوف على قدميه، فهو لا يستطيع المشي أو الوقوف إلا بالارتكاز على العكازين. وكان التضخم العظمى الأول في وجهه الأولى من رأسه تضخما كبيرا جعل حجم الطرف الأول من رأسه بحجم خصر إنسان، وأخفى هذا التضخم إحدى عينيه. أما التضخم الثاني فقد أزاح فمه من مكانه إلى طرف رأسه، حيث تدلى قطعة كبيرة من اللحم والعظم يشبه كثيرا خرطوم الفيل. ويصف الطبيب فريدريك وجه الرجل الفيل بقوله: لقد كان وجهه صامتا دون أي تعبير، كأنه تمثال منحوت من الخشب. أما ساقاه وإحدى ذراعيه فقد أصيب بانتفاخ تغير مع شكل الذراع والأرجل لتصبح دون أي فائدة. في نهاية الساقين قدمين أشبه ما تكونان بكتل لحمية تنتهي بأصابع. كذلك الأمر بالنسبة لذراعيه التي تشكل تناقضا كبيرا مع الذراع الأخرى الطبيعية الشكل والمغطاة بجلد ناعم رقيق. وصف أحد أصدقاء الطبيب الرجل الفيل قائلا: المسكين كل شيء فيه مشوه وغير طبيعي، جسمه، وجهه، ورأسه، وأطرافه، حتى بشرته المسكينة، ذلك الغطاء الذي يغطي الجسم المشوه. لقد كانت بشرته سميكة أقرب لجلد الفيل منها إلى بشرة الإنسان. أما طفولة ميرك أو الرجل الفيل فهي طفولة غامضة، كأنه هبط من السماء ليظهر فجأة في دور عروض الأعاجيب المرعبة ودور السيرك. تقول شهادة ميلاد ميرك إنه ولد عام 1862 ميلاديا. اسم والده جوزيف روكلي ميرك، واسم والدته ميري جين ميرك. كان والداه يقيمان في مقاطعة ليستر في منزل فقير قديم، وكانت أمه عرجاء. وبعد ولادته بأيام أودعه والده بدار الأيتام. وكلما تذكره هنري ميرك عن طفولته وعن حياته في تجواله المستمر بين معرض وآخر للمخلوقات العجيبة وبين حانوت وآخر. ولقد كان بإمكان هنري ميرك الرجل الفيل أن يتكلم، ولكن التشوه الكبير الذي أصاب رأسه جعل من الصعب جدا إدراك معنى الكلمات. اقتصرت حياة ميرك على دور العرض، أداة عجيبة استخدمت لجمع أكبر عدد ممكن من المتفرجين. وكان ميرك مجبرا لأنه يعرض أمام هذا العدد الجمهور الكبير جسمه العاري. كان الجمهور يقابل ذلك بالقرف والإشمئزاز والضحك والسخرية. ويقال أن ميرك استطاع القراءة والكتابة، لكن الكتب الوحيدة التي سمح له بالقراءتها هي الإنجيل وبعض القصص الرومانسية الرخيصة. كانت تصرفاته ساذجة طفولية، وكان يجهل أمور العالم المحيط به. ومتعة ميرك الوحيدة هي أنه يحبس نفسه في غرفة معتمة مع بعض الكتب. وبعد محاولات عديدة تمكن الطبيب الجراح من إبعاد الرجل الفيل عن صاحب الحانوت، واستطاع إقناع صاحب الحانوت أن يسمح له بفحص جسم الرجل الفيل. وبعد 24 ساعة من الفحص أغلق رجال الشرطة الحانوت والطريق المؤدي إليه، واختفى على أثر ذلك الرجل الفيل، واختفى معه صاحب المحل. سافر هنري مارك من إنجلترا إلى القارة الأوروبية، حيث انتقل من يد مالك عارض لآخر. وقد قاطعت الجماهير هذه العروض في بعض الدول الأوروبية التي اعتبرت أن هذا العرض يحط من مستوى الإنسان. أما في مدينة بروكسل، وبعد أن أدار ثروة كبيرة على مالكه الأخير، قام مالكه بسرقة كافة مدخراته، واشترى له تذكرة قطار ليعود به من حيث أتى إلى لندن وتخلى عنه. أصبح ميرك وحيدا مشوها، لا أحد يرغب حتى بامتلاكه وعرضه، ولا يملك أي شيء. كان يحاول إخفاء رأسه الكبير تحت قبعة كبيرة هاربا من نظرات التساؤل الموجهة نحوه أينما حل. وفي مقالة عن رحلة الرجل الفيل إلى لندن
كتب الدكتور فريدريك ريفيرز ما يلي: من السهل جدا أن تخيل رحلة ميرك من بروكسل إلى لندن، يتبعه العديد من الركاب في ممرات القطار، كان فضولهم يدفعهم لأن يركضوا أمامه وينظروا إلى الوراء لمشاهدة تفاصيل وجهه، بينما يحاول هو الاختباء في أي زاوية معتمة في القطار، لكنه لم يستطع التخلص من النظرات الفضولية ولا من الهمس الذي تبعه أينما حل، ولا من نظرات الخوف والقرف والاشمئزاز. لم يكن جيب سرواله العريض يحوي إلا قروشا قليلة غير كافية لابتياع الشراب أو الطعام، ولو كان ذلك المتجول بين الناس كلبا مريضا للقى عطفا أكبر من العطف الذي لقاه ميرك. والأمر الغريب أن ميرك استطاع أن يصل بعد رحلة المعاناة تلك إلى لندن، إلى محطة ليفربول، حيث عثر عليه أحد رجال الأمن جالسا في زاوية معتمة من المحطة يحاول الاختباء من الناس، وقد أضناه التعب والجوع والخوف، والشيء الوحيد الذي يملكه هو اسم الطبيب الجراح. أعطى ذلك الاسم لرجال الأمن، وما هي إلا لحظات حتى اتصل رجال الأمن بذلك الطبيب. جاء الطبيب فريدريك ملبيا نداء رجال الأمن. اصطحب الطبيب فريدريك الرجل الفيل إلى المشفى الذي يعمل به، ولم يكن من السهولة السماح لهنري بالدخول إلى ذلك المشفى، لأن قوانين المشفى يمنع قبول مثل هذه الحالات. نجح الطبيب بإقناع إدارة المشفى، واستطاع أن يجعل من المشفى مأوى دائما للرجل الفيل، واعتبرت إدارة المشفى حالة ميرك حالة خاصة. وهنا تبدأ حياة ميرك الرجل الفيل حياة جديدة. أرسلت إدارة المشفى رسالة إلى صحيفة تايمز بحملة لجمع تبرعات للرجل الفيل، وخلال أسبوع واحد تلقت إدارة المشفى أموالا كافية لبقاء ميرك في ذلك المشفى طوال حياته. اختارت إدارة المشفى جناحا صغيرا مؤلفا من غرفتين معزولتين عن باقي غرف المشفى، وجعلت هذا الجناح مأوى للرجل الفيل يقضي باقية حياته به. كانت الفرصة مناسبة للدكتور فريد لأن يجري فحوصا ودراسات مفصلة على جسم رجل الفيل والأسباب التي خلقت به هذا التشوه الكبير، واستطاع الطبيب أن يبني علاقة حسنة مع هنري ميرك، وما هي إلا فترة قصيرة حتى أصبح بمقدور الطبيب فهم كلام الرجل الفيل، ليكتشف بذلك مأساة جديدة. فإن معظم حالات التشوه التي تصيب عظام الرأس يرافقها بعض التشوه في مخ الإنسان، حيث يقل ذكاء المصاب وتقل معاناته. أما حالة مثل حالة ميرك فقد حلت به نعمة أو نقمة، فقد كان إنسانا حساسا ذكيا يدرك كل الإدراك لحقيقة خلقته وتشوهه العجيب، ولم يحمل في قلبه أي حقد أو كراهية على الناس الذين أساءوا معاملته. وكتب الطبيب فريدريك عن حالة هنري ميرك النفسية: قد يستنتج أولئك المهتمين بدراسة النفس الإنسانية والمؤثرات التي تتعكس عليه إنه لابد أن تؤثر هذه الحالة القاسية تأثيرا قويا وشديدا على نفسية أي إنسان حساس ذكي. ولقد كان لميرك نفسية حساسة وعقل مدرك واعي. إذن فمن الطبيعي أن يحمل ميرك الحقد والكراهية لكل الناس المحيطين به، وأن يملك رغبة شديدة بالانتقام منهم. لكن ميرك لم يكن من ذلك النوع من الناس، فقد استطاع اجتياز النار والخروج منها دون أن يترك فيه حروقا بالغة. لقد خلقت الأمة منه إنسانا قويا محبا لطيفا، لم يتوجه بكلمة جارحة لأي إنسان على الإطلاق. ويقول الطبيب فريدريك: لم أسمعه في أي مناسبة يشكو قلة حظه من الحياة المدمرة التي عاشها، ولم يتفوه بأي كلمة عن المعاملة السيئة التي تلقاها على يد ملكيه السابقين، غير أن الحزن العميق كان ينعكس في بعض كلماته في كثير من الأحيان. استطاع هنري ميرك بمساعدة الطبيب أن يقطع أشواطا كبيرة نحو الأمام. كانت حالته تتحسن يوما بعد يوم. الشيء الوحيد الذي كان يردده ميرك باستمرار هو: متى سأغادر المشفى؟ لم يكن مقتنعا بأن بقائه في المشفى هو بقاء دائم أبدي. في أحد الأيام ذهب ليسأل الطبيب: متى سأغادر المشفى؟ نظر الطبيب إليه وسأله: وإلى أين ستغادر؟ نعم، إلى أين؟ هل يسمح له بالخروج من المشفى ليصبح مرة أخرى أداة للعرض والاستهتار، ليتناقله أصحاب دور العرض ويحاولوا خلق ثروة جديدة؟ أم هل يرسله إلى أحد دور العميان حيث لا يرى أحد وجهه ويعيش بينهم بسلام؟ ترى هل يوجد أي مكان على سطح الأرض يستطيع فيه هنري ميرك أن يعيش بسلام بعيدا عن فضول الناس؟ والجواب على ذلك هو لا. حقا تحسنت حالة ميرك الصحية وازدادت معها ثقته بنفسه. بعد فترة قصيرة عاد هنري ليقول للطبيب: أنا سعيد جدا، إن سعادتي تزداد يوما بعد يوم. لقد خلق هذا التعبير فرحا عظيما في نفس الطبيب، ودفعه لأن يقوم بمحاولة جديدة.
أقنع الطبيب إحدى صديقاته الشابات بأن تذهب وتتحدث مع الرجل الفيل، ووافقت على ذلك. دخلت الشابة الصغيرة إلى غرفة ميرك، ابتسمت له ومدت يدها لتصافحه. كان رد ميرك على ذلك أن خبأ وجهه الكبير بين يديه وبدأ يبكي بكاء مريرا، لكن دموعه كانت دموع الفرح لأنه ما زال شابا يبلغ من العمر 23 عاما فقط، شابا له عواطف نبيلة حساسة، محبا لكل الأشياء الجميلة. لقد كانت تلك الابتسامة الأولى على وجه امرأة تنظر إليه وتمد يداها لمصافحته، وأدت هذه اللحظة إلى تغيير كبير في حياة ميرك، وبدأت شهرته تخترق حدود جدران المشفى. خلقت هذه الشهرة الرغبة الكبيرة في العديد من الناس لمقابلة الرجل الفيل ومشاركته في الاحتفال بحياته الجديدة السعيدة. سمحت إدارة المشفى للعديد من الناس مقابلة هنري ميرك، وكانت الإدارة تشترط على من يرغب زيارته بأن تكون الزيارة ودية وأن يتحدثوا معه بطريقة طبيعية. ورفضت إدارة المشفى أولئك الذين كان يدفعهم الفضول فقط. وما هي إلا فترة قصيرة حتى غطت جدران غرفته صور الشخصيات الكبيرة في العصر الفيكتوري، مرفقة بالتوقيع الشخصي لهذه الشخصيات التي أتت من كافة الأنحاء لمقابلته. وما زالت المفاجأة الكبرى بانتظار هنري، فقد قامت أميرة مقاطعة ويلز والتي أصبحت فيما بعد الملكة إلكسندرا ملكة إنجلترا بزيارته، وكانت تلك الزيارة هي الزيارة الأولى. جلس معا وتحدثا لوقت طويل وتناولا الشاي معا، وقد عادت الملكة وزارته في عدة مناسبات أخرى. كتب الطبيب فريدريك تريفز عن زيارة الملكة إلكسندر للرجل الفيل. كانت الملكة ترسل له بطاقة معايدة في عيد ميلاده من كل عام، وكانت تكتب هذه البطاقة بخط يديها. في إحدى المناسبات أرسلت له صورة شخصية ووقعتها بتوقيعها الشخصي. لقد تركت هذه الصورة أثرا كبيرا في نفس ميرك، ولم يسمح لأحد ولا حتى للدكتور فريد بلمس تلك الصورة. جلس وبكى أمام تلك الصورة، ثم وضعها في إطار جميل وعلقها على جدران غرفته. كانت صورة الملكة بالنسبة له بمثابة جوهرة ثمينة. ويضيف الطبيب: عرضت على هنري ميرك نصيحة، وهي أن يرسل رسالة لجلالة الملكة يشكرها فيها على لطفها الشديد بإرسال هذه الصورة. كانت فرحة هنري عظيمة، وجلس ليكتب لجلالة الملكة رسالته الأولى. لقد أحب كتابة الرسائل، لكنه الوحيد في هذا العالم وليس هناك أحد يرسل له أي رسائل. كتب هنري ميرك الرسالة إلى جلالة الملكة على ورقة عادية، وبدأ الرسالة بعبارة عزيزتي الملكة، وأنهاها بعبارة المخلص هنري. رسالة بسيطة جدا بعيدة عن أي تعقيد، رسالة يحسد عليها كبار الكتاب. واستمرت الاتصالات بينه وبين العالم الخارجي خارج جدران المشفى. فقد قامت إحدى الممثلات الشهيرات في العصر الفيكتوري بحجز مكان خاص للرجل الفيل والعاملين في المشفى في مسرح دوري لين. المكان الذي حجزته له هو المكان المخصص عادة لزوار المسرح من العائلة المالكة. دخل هنري ميرك المسرح من باب الملكي، وجلس في المكان الملكي محاطا بمجموعة من الممرضات والعاملين في المشفى الذين يرتدون ملابس أنيقة. شاهد هنري ميرك العرض المسرحي الإيمائي وتأثر به تأثيرا عميقا، ولم يخطر بباله ولم يستطع التصديق بأن الشخصيات التي قدمت العرض على خشبة المسرح هي شخصيات ليست واقعية. وظل هنري يتحدث عن ذلك العرض لفترة طويلة بعد مشاهدته للعرض، وكأنه يتحدث عن الشخصيات الحقيقية، وكأن العرض الذي شاهده ما زال مستمرا وعالق في ذهنه. وفي أحد الأيام سمح له الطبيب فريدريك بزيارة منزله الخاص. مشى ميرك في غرف المنزل محدقا في كل شيء يراه. لقد قرأ من قبل وصفا عن المفروشات داخل منازل الناس، لكنها كانت المرة الأولى التي يزور فيها منزل لشخص ما. كانت دهشته عجيبة. أمضى الأمسية مع الطبيب وعائلته واستمتع بهذه الأمسية إلى أبعد الحدود. بعد فترة وجيزة هيأ الطبيب رحلة لإرسال هنري إلى الريف الإنجليزي مع أحد العاملين في المشفى. ذهب هنري إلى الريف وتمتع بالريف وأحب الحياة هناك. لقد شاهد هنري في الجزء الأول من حياته الأشجار وبعض مناظر الطبيعة حين كان ينتقل من عربة إلى أخرى بين دور العرض ومن بين مدينة وأخرى. لكن لم يسبق لهنري ميرك أن مشى بين الأشجار وتمتع بجمالها، ولم يقطف في حياته كلها زهرة واحدة. إنها فترة لا تنسى من حياة هنري ميرك وسعادة عظيمة له. أرسل هنري من الريف رسالة إلى الطبيب فريدريك. تضمنت الرسالة بعض الأزهار البرية، أزهار قد تكون عادية ولا تلفت نظر أي إنسان آخر، لكنها كانت الأزهار الأولى التي يقطفها هنري. احتوت الرسالة أيضا على وصف الأنواع جديدة من الطيور شاهدها للمرة الأولى. وبعد بضع أسابيع من زيارته للريف عاد ميرك إلى منزله. عاد إلى المشفى ليعيش من جديد بين ممتلكاته الخاصة. كان يحاول باستمرار أن يصبح إنسانا عاديا مثل بقية الناس، لكن تشوهه كان يزداد يوما بعد الآخر. ويقول تقرير للطبيب يصف فيه حالة هنري الصحية: فقد ازداد التشوه العظمي في فكه الأعلى بشكل ملحوظ،
مما أثر على كلامه وخلق الصعوبة كبرى بفهم حديثه. وأخطر الأمور في حالة هنري هي التضخم الكبير وازدياد هذا التضخم باستمرار، مما أدى إلى نمو حجم رأسه نموا كبيرا، وأصبح رأسه ثقيلة جدا. لذلك كان من الصعوبة أن يرفع رأسه لأعلى أو ينام مثل باقية الناس. كان ينام وهو جالسا واضعا رأسه الثقيلة بين ركبتيه، لأنه إذا حاول أن ينام بشكل طبيعي فإن رأسه الثقيلة يسبب له ألما كبيرا. وفي إحدى ليالي من عام 1890 عثر الطبيب على الرجل الفيل ميتا في غرفته في المشفى. لقد مات الرجل الفيل وهو يحاول أن يصبح إنسانا عاديا. مات وهو يحاول أن ينام مثل بقية الناس، فلم يستطع عنقه حمل ثقل رأسه. كانت وفاة ميرك أليما جدا للطبيب فريدريك، والأصعب من الوفاة هي أن الطبيب قد قام بتشريح جثة هنري ميرك وفصل اللحم عن العظام، وما زال هيكل ميرك محفوظة في أحد المستشفيات العاصمة البريطانية. لقد كانت تلك المهمة مهمة عسيرة جدا على الطبيب. أمضى فترة طويلة من حياته مع ميرك مع مريضه الغريب.